ورامينيا يامال ولامين يامال تسديدة يا إلهي، يا لها من بداية. لامين يا عيني لامين، روعة تسديدة، وأجمل كانت ردة الفعل في الزاوية البعيدة، لكن القبضة من حديد، البداية القوية، الانتفاضة من الدقائق. عرض كورة لجافي، تمريرة في الجهة اليمنى، لامين يامال لجافي، خطيرة للبارسا، وعرضية داخل منطقة بالراس. يا الله، يا إلهي على لقطة. أي حارس أنت، أي حارس أنت. كورتوا يمنع الهدف، رافينيا كان قريبا للغاية، إنهم يملكون. عدت المين، فينيسيوس يحاول افتكاك كرة، فينيسيوس يفتك كرة، المرتدات، الانطلاقات، السرعات. الآن محاولة من جانب كيليان مبابي، مر كرة. جميل، مرتدات ريال مدريد لا مثيل لها. كيليان مبابي الأول للريال. انسى كل اللي فات وابدأ صفحة جديدة واكتب يا تاريخ. أنا اليوم بدأت رحلتي لتحقيق أحلامي. المرتدة الخيالية، واحدة لوحدة، كان في هذه الانطلاقة المثيرة كيليان، لكنه يكفي لأن يفعل كل شيء. هو لوحده يكفي لأن يفعل كل شيء. عدى من الأول مرة، وهنا في أحلى نهاية، في أجمل لقطة، وفي أجمل بداية لهذه القمة، لهذا الكلاسيكو. يا رامينيا ضيعت الهدف، وكيليان لا يمكن أن يخطئ الهدف. في عالم الكرة، أو ألم يقولوا في عالم الكرة إنه الحارس نصف الفريق؟ هكذا كان كورتوا. رامينيا وتسديدة، شوية حظ يا رامي، يا رامي على لقطة في منتهى الخطورة. شوف رامينيا، هرب رامينيا، سدد رامينيا، شوية حظ يا كورة. عدت بمحاذاة القائم، الرد السريع كاد أن يأتي، اللقطة ضاعت من رامينيا ولا وليس لها آخر في البي اس جي. سيطرة والتمرير، يامال، جمالا. لامين هنا، المتعة هنا، السحر هنا. لامين يا عيني، لامين يا نور العين. ولا أجمل من هذه اللقطة، يا لسحرك يا يامال. الآن دفاعي ريال مدريد وكأنه لا يراهم شيء، يعدي من الأول، يمر من الثاني. لامين بروعة، لامين بشكل جميل، بأناقة، بسحر، بفن، بمتعة، بنهاية جميلة، بزاوية بعيدة. لا يرى دفاع ريال مدريد شيء، يعدي من الأول ومن الثاني ومن الثالث. هدف تاريخي، هدف جميل، هدف يعلق في ذاكرة الكلاسيكو، هدف يذكرنا بصاحبنا يا يامال، يذكرنا بصاحبنا يا لامين يامال. تتذكرون حتما من هو اليوم كبير الصحيات الجميلة في تاريخ الكلاسيكو كارلو. الآن سننتظر رودريغو على تنفيذ ركنية خطيرة بالراس، وكورة. يا إلهي، جازني، لست وحدك يا كورتوا، جازني. تألق بردة فعل قوية رائعة في هذه الكورة في الجهة اليمنى، في المساحة، بروعة خطيرة للبارسا. عرضية صدمت وعادت وتدخل. هل يوجد شيء في هذه اللقطة؟ اللاعب يستمر، الكرة لفالفيردي، استعادها على مرتين إلى رامينيا، ورامينيا المين، ليفاندوفسكي، محاولة يوقف اللعب الآن. حكم اللقاء خيل مانزانو راح يتأكد ما إذا كان كامافينجا ارتكب المحظور وخطأ لمصلحة جافي. تلامس، هل هناك تلامس؟ نعم، لقد كان
كان هناك تلامس؟ هل هناك إعاقة؟ سنسأل نتساءل وإياكم. ليفاندو رودريغيز طلب من خيل مانزانو أن يتأكد من اللقطة أم يصفر مباشرة بركلة جزاء. فالمشاكس الخطير جدا قابل يحصل على لقطة تثير الجدل، والحكم خيل مانزانو في المباراة الرابعة في تاريخه في الكلاسيكو سيحتسب ركلة جزاء لبرشلونة. المباريات الثلاث ولا مرة فاز البارسا، في المرات الثلاث فاز ريال مدريد. الآن خيل مانزانو لقطة مثيرة للجدل، تدخل، تلامس، احتكاك، إهمال. سننتظر ما إذا كانت هذه الأشياء موجودة في هذه اللقطة. بالتالي ركلة جزاء نعم، كانت تلامس واضح من جانب كامافينجا أمام غافي، وبالتالي حكم اللقاء بعد أن شاهدها أظن سيصفر إلى وجود ركلة جزاء. لا نستبق الأحداث لكنه يتجه إليها يصفر عليها. هي ركلة جزاء، هي بطاقة كورتوا. 35 دقيقة لعب في الكلاسيكو. ليفاندوفسكي وكورتوا 1-1. ليفا وكورتوا. ليفا هي هدف بالتأكيد. جول يا سلام هدف التقدم لبرشلونة الثاني من الهداف الكبير. ليفاندوفسكي يدون الهدف 11 في مسيرته أمام ريال مدريد. هنا في شباك تيمو كورتوا صانع الكثير من الأرقام الكبيرة والكثير من اللحظات الرائعة في البايرن. الآن أيضا مع برشلونة سجل في مرمى ريال مدريد 23 مع البارسا، 2024 مع البارسا. الليلة مرة أخرى سوبر كلاكيت ثالث مرة أمام ريال مدريد. يا لها من إثارة في شوط أول. ريال بدا لنا أنه بدأ الكلاسيكو بقوة بدون أن يخسر أي نهائي. الآن النهائي الأول مع برشلونة، خطيرة بالرأس يا إلهي. الله يا رامينيا فليك لا يخسر النهائيات، برشلونة لا يخسر النهائيات. لسان حالة في هذه المباراة الكبيرة. أيضا براسي يعطيني اللقطة من الأول. يا حبيبي أعطيني العرضية قبل كل شيء، أعطيني العرضية الساحرة بالمليمتر يا كارلو. كانت رائعة. رامي كبير يسجل في اليوم الكبير الهدف الثالث لبرشلونة. كوردي عرضية رائعة، راسية جميلة، هدف ثالث. البارسا يعتني الكلاسيكو، البارسا يركب الكلاسيكو، البارسا يتألق في الكلاسيكو. برشلونة يقلب الطاولة، برشلونة يعمل الريمونتادا في هذه الليلة التاريخية. يضرب بالثلاث الآن، مرة يامال، مرة ليما، والدور على الساحر البرازيلي رامينيا. 14 2-1 ابريل 21 2-1 اكتوبر 2023. ما رايكم في استعادة اجمل لقطة الرأسية الرائعة؟ ليس رونالدو ولم يكن ريفالدو ولم يكن رونالدينيو ولم يكن مباراة الفريقين في استاد الملك فهد الدولي في نهائي سوبر. تعود الكرة الآن خطيرة على الجهة اليسرى لمصعد باتي، وكرة جميلة، لكن كرة الرابع كان قريبا جدا من البارسا. لولاك يا تيمو. لقطة في منتهى الخطورة، في منتهى الروعة، في منتهى القوة. ألم نقل أنه حارس لا مثيل له؟ تيبو حفظ ماء الوجه، تيبو منع العديد من الأهداف، تيبو أبقى ريال مدريد في الملعب. كورتوا يبقي الريال. يستعيدها كامافينجا بلمسة لكنها بدون تركيز. إنها المرتدة، إنها الانطلاقة، إنه الهجوم، إنه يامال، إنها اللمسة السريعة، إنها المحاولة الأخيرة في الشوط الأول. رامينيا وكرة يا إلهي.
كبيرة بدأت من يامال، وبعد ذلك يامال إلى رافينيا. يا رافينيا الرابع يا عين الرابع يا البرصا. ضربوهم، سجلوا في مرماهم، قتلوهم بالرابع، عذبوهم في الشوط الأول. رباعية لبرشلونة مذهلة وليس لها مثيل، هذه المرتدة وهذا الأداء الكبير لمصاتي برشلونة. ليانز فليك اللي فريقه يتسيد الشوط طول وعرض، على الرغم من أن البداية كانت من كيليان مبابي وأنها كانت رائعة للمريخي. شوط أول ينتهي 4 البارسا 1 مدريد. شكرا للمتابعة وإلى اللقاء. يقلل هذا الأمر من أفضلية برشلونة. هذه مرتدة برشلونة سريعة، والخامس الربيع. الله كبيرة، تاريخية، مثيرة، جميلة، ممتعة، لقطة برشلونية. الله يا بارسا. الخامس البارسا قتلوهم بالمرتدات، عذبوهم في المساحات، انهوهم في الكرات العكسيه، قلبوا عليهم الموازين، قلبوا النتيجه، فعلها البارسا. انه رافينيا الخماسيه التاريخيه في شباك ريال مدريد. كلاسيكو احمر في هذه الليله، احمر وازرق برشلوني. شوف المرتده بدري الى رافينيا اللي قام بكل شيء، اللمسه قبل كل شيء من الاستثناء بدري. ثم وين تشواميني، وين روديجر، وين كوارتا، الحارس تيبو كورتوا، كلهم راحوا. الان اللقطه في شباك برشلونه، الخمسه يا عيني، الخمسه للبارسا، الليله للبارسا، الفرحه للبارسا. داربي يامال باعت عادت الى بدري، ضغط على بيلينغهام، بينية خطيرة، مبابي مر ولكن الكرة طالت، اللعبة تستمر. هل يوجد خطأ؟ هل يوجد بطاقة حمراء؟ هل يوجد تدخل؟ هل يوجد إعاقة؟ هل يوجد عودة؟ سننتظر وإياكم. الحكم أشار إلى وجود تسلل على ما يبدو في اللقطة الماضية، أم سيعود إلى تقنية الفيديو على متابعة كرة كيليان مبابي. لا يوجد تسلل على ما أظن، نشوفها مرة أخرى من جانب بيلينغهام، تحرك مبابي وبعد ذلك اللمسة. لا أظن أن هنالك تسلل، فهل أن هنالك إعاقة على تشيزني؟ الحكم كان بعيدا ويصعب عليه متابعة اللقطة، لكن الاحتكاك على ما يبدو كان موجودا لمشاهدتها. 10 دقائق شوط ثاني، مدريد عنده هدف، البارسا 5، لكن ربما لقطة قد تعني طرد الحارس فيوتشيك تشيزني بعد تدخله امام مبابي. نعم كان في تدخل، عدى كيليان، إعاقة موجودة، التلامس كان واضح جدا في هذه اللقطة. بالتالي حكم اللقاء راح يتأكد أيضا بصور أخرى ولقطات أكثر لهذه الوضعية، يكون في تدخل وبعد ذلك بطاقة حمراء لفيوتشيك تشيزني. ذهب إلى اللقطة، يشير إلى الخطأ، يخرج البطاقة. البارسا ب10 لاعبين ابتداء من الدقيقة 11 في الشوط الثاني في عقب طرد تشيزني فيوتشيك. فرصة لمصلحة ريال مدريد. هل من عودة للميرينج في هذه اللقطة؟ رودريجو يحط كورة، نعم عودة، الريال يسجل الثاني، الريال من الكرة الثابتة، رائعة جدا. العودة، النافذة مفتوحة ولا الباب مفتوح ولا الشباك، الكرة تعانق مرمى البارسا. رودريجو
نحن هنا لم نستسلم، لم نخسر يا صديقي، لم نسقط. نحن ريال مدريد، ولدينا تاريخ طويل من العودات من بعيد، ولدينا تاريخ كبير جدا مع قلب النتائج. 5-2 لتكون ليلة للتاريخ. يا كرة ريال يلعب الهجمة، ريال يقاتل، ريال يهاجم. بارسا تعتمد على المرتدات. داني اولمو فنان ساحر ونجم جميل، وتدخل آخر، وبعد ذلك بطاقة صفراء على تشوامي. ايش من ليلة، ايش من كورة، وايش من متعة. كرة قدم كما تريد، كما تحب أن ترى، أن تستمتع. ليالي الكلاسيكو لا مثيل لها، ليالي الكلاسيكو لا مثيل لها، سواء في فترة إعطاء ثقة أكبر في الدقائق أو المباريات والفترة القادمة من الموسم. والله على مبابي، جميلة من كيليان، حلوة اللقطة. يا إلهي، يا إلهي على اللقطة يا بيلينغهام. شوفها كيليان، جميلة من مبابي، ولكن وين كوندي؟ راح كوندي. وين أراوخو؟ لا شيء أراوخو. وين بيلينغهام؟ لكن ودفاعه ينقذ الموقف، ينهي هذه المشكلة. تصل بروعة لمصلحة مبابي. مبابي تسديدة. الله، ما أجمل هذا الفتى، ما أجمل هذه اللقطة، ما أجمل هذه الانطلاقة، ما أجمل هذا الحارس ملعب يتلون بألوان برشلونة. مبروك يا بارسا، مبروك للبارسا التتويج بكأس السوبر الإسباني أمام ريال مدريد. هانز فليك يتفوق بخماسية على كارلو أنشيلوتي مثل ما فعلها في الدوري بنتيجة كبيرة هي الأخرى. انتهى كل شيء سيداتي وسادتي، انتهت حقيقة الميدان التي كانت لبرشلونة بالطول والعرض الليلة، وبدأت الاحتفالات للفريق الكتالوني.